مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد الخاص بتوقعات حالة الطقس بالجزائر والأيام القادمة. أمطار وعواصف رعدية متوقعة خلال يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 6 ماي في بعض المرتفعات الجبلية للولايات الغربية. أمطار وعواصف رعدية حاضرة بقوة على أغواط والبيض، كذلك بالمشرية وسيدي بالعباس وبلول وتيارت وجلفة. أمطار حاضرة ببوسعادة وتيارت وتلمسان ومعسكر وغليزان وعين دفلة وتبازا حسب آخر تحديث للنموذج الأوروبي، ويجب التوخي الحيطة والحذر وتجنب الوديان والمنحدرات. أمطار وعواصف رعدية حاضرة بإذن الله خلال مساء يوم الجمعة على الولايات الغربية، وأجواء مستقرة بأدرير وورقلة وتمنراست والإليزية. استمرار تكونات رعدية خلال يوم الأحد 10 من ماي. توقعات بعيدة المدى تشير باستمرار تشكل سحب غير مستقرة قد تعطي بعض الأمطار والزخات الرعدية خلال يوم الخميس 14 من ماي. أمطار حاضرة بقسنطين وسكيكدا وجيجل وسطيف وباتنا وباريكا والمسيلة وبجاية وتيز وبالعاصمة الجزائرية والمدية وشلف وتيارت ومستغانم ومعسكر وغليزان وعند دفلة وتبازة، وأجواء مستقرة إلى قليلة سحب بباقي الولايات. ويجب التوخي الحيطة والحذر وتجنب الوديان والمنحدرات مع استمرار نزول أمطار وزخات رعدية على بعض المرتفعات الجبلية كما تشاهدون إخواني أخواتي حسب آخر تحديث للنموذج الأوروبي. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر والأيام القادمة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا.